السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى ثانوي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده بإذن الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بيونت 8 اللي هو تاني يونت معانا في الترم التاني في فيديو واحد بالكامل. إن شاء الله يكون فيديو سهل ومبسط عليكم. كل اللي محتاجه منك ورقة وقلم، كوباية الشاي أو القهوة بتاعتك، وتركز معايا. ويلا بينا على بركة الله نبدأ. طيب يا شباب، زي ما احنا عارفين ان الجرامر الخاص بيونت 8 بيتكلم عن if conditional او if الشرطية. هناخد الاربع حالات ل if وشوية بدايل ليهم وخلاص، على كده يبقى الجرامر الخاص بيونت 8 خلص. هو ان شاء الله هيكون سهل واحدة واحدة، وهنشرح كل حاجة مع بعض بالتفصيل. طيب اول حاجة عايزين نعرف ايه هي if دي. قاعدة if دي معناها بالعربي اللي هي اذا او لو. اذا او لو. طيب بالعربي كده لما اقول لك لو حصل كذا هيحصل كذا، طيب يبقى إذن هي نفس الاستخدام. إيه هو بقى الاستخدام؟ في كل الحالات حاجة أو شرط هيحصل مرتبط بيه حدث تاني هيحصل، زي ما شرحتها لك بالعربي بالظبط. لو حصل حاجة معينة هيحصل حاجة معينة. فإذا نستنتج من الكلام ده إن ما ينفعش أقول لك لو حصل كذا وسكت، لا، هربط بيه حدث تاني. إذا إف ما بتجيش في جملة لوحدها، لازم يجي معاها جملة تانية. لما بقول لك لو حصل كذا أو إذا حصل كذا هيجي معاها جملة تانية. يبقى خلينا اتفقنا أول حاجة إن في كل حالات إف لازم معانا جملتين، وقلنا بنستخدمها عموما إن في جملة شرطية أو شرط هيحصل لو حصل هيرتبط بيه حدث تاني هيحصل. ده في كل الحالات. طيب جميل جدا جدا. زي ما احنا عارفين عندنا 4 حالات لإف، وهي الزيرو والأولى والتانية والتالتة. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة كده بأول قاعدة معانا، وهي زيرو كونديشنال أو إف الشرطية الصفرية. طيب إيه هي دي وعبارة عن إيه وبتتكون من إيه وبنستخدمها في إيه؟ طيب أول حاجة تكوينها بيكون كالآتي: إف في بداية الجملة، وبعد كده present simple المضارع البسيط، وبعد كده الجملة التانية present simple. طيب واحدة واحدة كده عشان نفهم. أنا ناسي يا مستر المضارع البسيط، ممكن تشرحه لي؟ حاضر، هنراجع عليه سريعا عشان الناس اللي ناسية، أو لو أنت مش فاكر نراجعه مع بعض. طيب احنا قلنا بنحط في بداية الجملة if، وبعد كده present simple اللي هو زي ما قلنا المضارع البسيط. طيب تكوينه ايه؟ المضارع البسيط ده اللي هو بنحط السبجكت. يعني ايه السبجكت؟ يعني الفاعل. يعني ايه الفاعل؟ يعني الشخص اللي بيعمل الحاجة. ممكن يكون ضمير فاعل زي I you he she it we they، اي ضمير من الضماير دي، او ممكن يكون اسم شخص عادي، احمد، علي، محمود، اي اسم شخص. وبعد كده التصريف الاول للفعل. يعني ايه التصريف الاول للفعل؟ يعني الفعل بدون اي اضافات. ده ببساطه تكوين البريزنت سامبل. طيب ملحوظه صغيره، احنا قلنا بنحط السبجكت وبعد كده الانفينيتيف او التصريف الاول للفعل، يعني الفعل بدون اي اضافات. ولكن مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. طيب جميل جدا. يبقى هو ده تكوين البريزنت سامبل. طبعا يا شباب زي ما احنا عارفين بنستخدم البريزنت سامبل او المضارع البسيط في ايه؟ في العادات او الروتين او الحقائق العلميه. طيب زي ما اقول لك مثال، مثلا I visit my grandma on Fridays. I visit my grandma on Fridays. انا بزور جدتي ايام الجمعه. كل جمعه انا متعود او عاده او روتين عندي ان انا بزور جدتي كل يوم جمعه. طيب حلو جدا. لو نفس الجمله اللي معانا يا شباب وعايز مثلا اقول بدل I هي او شي، هي او شي، هل حاجه في الجمله هتتغير؟ طبعا، احنا قلنا مع هي او شي اوقات بنحط للفعل اس او اي اس او اي اي اس. يعني اذا هتكون هي او شي مثلا visits her او his grandma on Fridays. ضفنا اس للفعل visit. ده باختصار يا شباب البريزنت سامبل المضارع البسيط. طبعا مش محتاج اقول لك لو انت مش عارف الازمنه فهتلاقي صعوبة في استخدام قواعد اف او فهمها، فلازم تبقى عارف الازمنة. وانا في كل قاعدة هشرح لك باختصار كل زمن هنستخدمه. طيب زي ما خدنا كده البريزنت سامبل وعرفنا استخدامه وعرفنا تكوينه، خلينا بقى نشوف قاعدة اف الصفرية. احنا قلنا اف وبعد كده present simple والجملة التانية present simple اللي احنا لسه شارحينهم المضارع البسيط. طيب بنستخدم بقى قاعدة اف الصفرية دي في ايه؟ بنستخدمها مع الحقائق العلمية او الامور المنطقية، او ممكن مع بعض العادات الشخصية. لو جيت مثلا قلت لك if you touch fire it burns you. لو لمست النار هتحرقك. ده حاجة منطقية او حاجة علمية ولا لا؟ اكيد طبعا. في حد بيلمس النار ما يحصلوش حاجة؟ لا طبعا. يبقى دي حقيقة علمية او حاجة منطقية. فاستخدمنا هنا قاعدة اف الصفرية. قلنا if you touch fire لو لمست النار، هنا present simple you وجي بعديها التصريف الاول للفعل. الجمله الثانيه جت ايه؟ حطينا كوما، خد بالك. والجمله الثانيه جت
it عايدة على ايه؟ على النار. it burns you هتحرقك. وحطينا خلي بالك s للفعل burn علشان احنا قلنا مع هي وشو it بنضيف للفعل s او es او ies. طيب جملة تانية لو قلت مثلا if the sun sets it gets dark. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الشمس غربت او اغربت ايه اللي هيحصل؟ الدنيا هتضلم. بديهي ومنطقي ولا لا؟ بديهي ومنطقي. لو الشمس غربت الدنيا هتضلم. خد بالك الجمله الاولانيه present simple والثانيه present simple. if the sun sets خلي بالك من الاس اللي حطيناها it gets dark هيحصل ايه؟ هتضلم. طيب كده يبقى احنا خلصنا zero conditional او قاعده if الصفريه. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. ركز معايا بنفس النمط الباقي الفيديو هتلاقي كله بنفس السهوله. طيب ندخل دلوقتي على first conditional او قاعده if الاولى. طيب قاعده if الاولى دي بتتكون من ايه؟ اول حاجه بتتكون من if طبعا زي ما احنا عارفين، وبعد كده عندنا present simple المضارع البسيط اللي احنا لسه واخدينه من شويه، وبعد كده will او can او may والمصدر. will او can او may والمصدر. طيب حلو جدا. طيب بنستخدمها في ايه بقى القاعده دي؟ خليني اقول لك بنستخدمها مع احتمال او حاجه محتمل ان هي تحصل في البريزنت او في الفيتشر، حاجه محتمل او حاجه مرتبطه بشرط معين ان هو تحصل لو الشرط ده تحقق في الحاضر او في المستقبل. يعني ايه الكلام ده؟ بالعربي كده لو جيت قلت لك لو ذاكرت كويس او لو ذاكرت هتجيب درجات عاليه او هتنجح. طيب ركز معايا، انا دلوقتي ما اتكلمتش انجليزي خالص ولا قلت لك حاجه في الانجليزي. واحده واحده. جيت قلت لك لو اللي هي اف بتذاكر كويس هتجيب درجات عاليه. لو بتذاكر كويس هتجيب درجات عاليه. طيب تعالى كده نشوف. احنا قلنا لو اللي هي اف بتذاكر كويس ده ايه؟ ده present simple مضارع، وفي العربي برضو بزمن المضارع. طيب الجمله الثانيه اللي هو ايه؟ هتجيب درجات عاليه دي ايه؟ مستقبل. بكلمك بالعربي اهو، مستقبل هتجيب درجات عاليه. بالظبط في الانجليزي نفس الكلام. يبقى نشوف كده. قلنا لو اللي هي ايه؟ if بتذاكر كويس ده present simple. if you study hard نفس الترجمة ونفس الزمن، مفيش أي حاجة، مفيش أي اختلاف. بعد كده كما هتجيب درجات عالية. طيب هتجيب ده إيه؟ مستقبل. you will اللي هي إيه؟ مستقبل. you will get high marks هتحصل أو هتجيب درجات عالية. شفت كده؟ مفيش اسهل من كده. هي نفس الازمنه بالعربي، هي نفس الازمنه بالانجليزي. انا مش عايز احفظك حاجه واقول لك اف في الايه في الحاله الشرطيه الاولى بيجي هنا present simple وبعد كده future. لا مش عايزك تحفظ كده، انا عايزك تكون فاهم. ما هو بديهي بالعربي كده شرحتها لك. هي لو بتذاكر كويس مضارع، الناحيه الثانيه هتجيب درجات عاليه. يعني حصولك على الدرجات العاليه مرتبط بمذاكرتك. لو بتذاكر كويس هتجيب درجات عالية. نفس الموضوع في الإنجليزي. if you study hard present simple، الناحية التانية future اللي هو you will get high marks مستقبل. يبقى مش عايزك تحفظ حاجة، انت عايزك تبقى فاهمها بديهي. وقلنا بنستخدمها مع الاحتمالات او حاجة محتملة تحصل في الحاضر او المستقبل مرتبطة بشرط معين. طب فين هنا الشرط؟ شرط مذاكرتك. لو ذاكرت هتجيب درجات عالية. دي اسمها جملة الشرط، والجملة التانية اسمها جملة جواب الشرط. خد بالك الجملة التانية في الحالة دي ممكن ما تجيش future او ممكن ما تجيش will. ازاي؟ ممكن تيجي على ايه؟ نصيحة او امر او طلب. طب ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لما اقول لك if you meet her لو قابلتها ده ايه؟ ده present simple. ده present simple. الجملة التانية give her the money اديها الفلوس. if you meet her لو قابلتها give her the money. give her the money ده ايه؟ ده امر. يبقى هنا ما حطيناش ايه؟ will والمصدر. طيب جميل جدا. فاذا هنا نستنتج ان الجمله الثانيه ممكن تيجي امر او نصيحه او طلب زي المثالين اللي اديتهم لك. طيب جميل جدا جدا. كده يبقى خدنا قاعده اف الشرطيه الاولى وقبليها خدنا الصفريه. ندخل بقى على قاعده اف الشرطيه الثانيه وركز معايا. طيب قاعده اف الشرطيه الثانيه دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من الباست سامبل اف طبعا قبليها وباست سامبل وبعد كده would والمصدر. طيب واحده واحده هنراجع مع بعض الباست سامبل، لان زي ما قلت لك لو مش عارف الازمنه اللي هنستخدمها هتتلخبط والدنيا هتتلخبط معاك في كل حاجه. طيب الباست سامبل زي ما احنا عارفين السبجكت زائد الايه؟ التصريف الثاني للفعل. بس كده. السبجكت اللي هو الفاعل زي ما قلنا اللي هو الشخص اللي بيعمل الحاجه، ممكن يكون ضمير فاعل او ممكن يكون اسم شخص عادي جدا. والناحيه الثانيه التصريف الثاني للفعل، مش بغير اي حاجه. طيب التصريف الثاني للفعل في regular verbs افعال نظاميه و irregular verbs افعال غير نظاميه. طبعا irregular verbs افعال نظاميه دي اللي بنضيف لها دي او اي دي او اي دي ودي بتتحفظ، وبرده irregular verbs اللي هي الافعال الغير نظاميه او الافعال الشاذه دي بتتحفظ زي ما هي. طيب جميل جدا. وبعد كده الجمله الثانيه بنعمل ايه؟
ايه؟ بنحط would والمصدر. طبعا قبل would في الفاعل، يبقى الفاعل اللي هو السبجكت وبعد كده would والمصدر. ممتاز جدا. طيب بنستخدم القاعدة دي في ايه؟ او قاعدة if التانية بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها عن موقف افتراضي او تخيلي ان هو هيحصل في الحاضر او في المستقبل، وبتستنتج النتيجة بتاعته او بتتوقع النتيجة بتاعته. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك if I had money، لو معايا فلوس I would travel the world، انا هعمل ايه؟ انا هسافر العالم. هنا ده موقف افتراضي، اللي يسمع الجملة دي هيفهم ان انت معكش فلوس، بس بتفترض او بتتخيل حاجة في الحاضر او في المستقبل، ان انت لو معاك فلوس او بقى معاك فلوس هتلف العالم كله او هتسافر العالم كله. if I had money، هنا ايه؟ if I had، خلي بالك had هنا ده التصريف الثاني من have، يبقى هنا حطينا past simple. if I had money I would travel the world، هسافر العالم. جميل جدا زي ما اتفقنا، وفي كوما ما بين الجملتين. يبقى قلنا بنستخدمها مع مواقف افتراضيه او غير حقيقيه غير محتمله في المستقبل. انت بتفترض موقف وبتبني عليه النتيجه. خد بالك انت ممكن تلاقي في الجمله الثانيه بدل would ممكن تلاقي could او might، عادي مفيش اي مشكله. طيب يبقى ما تشوفها ما تتخطش. طيب ناخد مثال. لو قلنا if she knew how to swim، لو هي كانت تعرف ازاي تعوم، she could join to the competition، هي كانت هتنضم او تشارك في المسابقه. الجمله الاولانيه past simple ماضي بسيط if she knew، اللي هو التصريف الثاني من الفعل know يعرف. لو هي تعرف او عرفت ازاي تسبح او ايه بتعرف تعوم she could، احنا قلنا ممكن نستخدم would او could او might. could ايه بقى؟ join to the competition، كانت هتشارك في المسابقة. فبنتخيل موقف افتراضي او تخيلي وبنربطه بحاجة معينة. طيب جميل جدا جدا. ونخلي بالنا يا شباب في ملحوظة هنا بخصوص الحالة دي، ان معانا في الحالة دي ممكن نستخدم were مع جميع الضمائر في حالة النصيحة مثلا. يعني ايه؟ يعني ممكن اقولك if I were you I would accept the job. if I were you، لو انا مكانك I would accept the job، لو انا مكانك انا كنت هقبل او هوافق على الوظيفة. طيب هنا احنا عملنا ايه؟ حطيت if I were، احنا عارفين ان ايه were ما بتجيش مع I، بس هنا في الحالة دي were ممكن تيجي مع كل الضمائر، بتدي نصيحة. لو انا مكانك if I were you I would accept the job، هقبل الوظيفة. طيب ممتاز جدا جدا كده. يبقى احنا خلصنا الحالة الصفرية والحالة الأولى والحالة الثانية. أظن أنت ماشي معايا مظبوط ومركز لحد دلوقتي، مفيش أي مشكلة. طيب خلينا نبدأ في قاعدة if الثالثة. قاعدة if الثالثة يا شباب بتتكون من إيه؟ if وبعد كده ماضي تام، وبعد كده الناحية الثانية عندنا would أو could أو might وhave والpp اللي هو التصريف الثالث. تاني واحدة واحدة كده، بتتكون من إيه؟ بتتكون من if وبعديها الماضي التام. إيه هو الماضي التام؟ اللي هو السبجكت زائد had والتصريف الثالث. واحده واحده. السبجكت اللي هو ايه؟ زي ما قلنا الفاعل، اللي هو ممكن يكون اي ضمير عادي من الضمائر اللي قلناها او اسم شخص عادي. وهاد والتصريف الثالث، وهاد والتصريف الثالث. هاد والتصريف الثالث بتيجي مع اي ضمير عادي مفيش اي اختلاف. طبعا انت لازم تكون حافظ التصريفات عشان تعرف تجيب التصريف الثالث من اي فعل. طيب والجمله الثانيه would او could او might وهاف والتصريف الثالث برضه. طيب حلو جدا كده عرفنا تكوينها. طب بنستخدم الحاله دي في ايه بقى؟ بنستخدم الحالة دي عشان نحكي أو نقول على موقف تخيلي أو افتراضي حصل أو ما حصلش في الماضي أنت ندمان عليه. يعني حاجة أنت عملتها وندمت عليها، أو ما عملتهاش في الماضي وندمت عليه إن أنت ما عملتهاش. يبقى كده تاني بنستخدم الحالة دي لما نيجي نعبر عن موقف افتراضي أو تخيلي عن حدث أو حاجة حصلت أو حاجة ما حصلتش في الماضي وأنت بتتخيل إن هي حصلت أو ما حصلتش وبتبني عليها نتيجة. يعني لو كنت ذاكرت كويس أنا كنت هجيب درجات عالية. اللي يسمع الجملة دي هيفهم ايه؟ هيفهم انك ما ذاكرتش وما جبتش درجات عالية. فانت هنا بتتخيل ان حاجة افتراضية كانت هتحصل، لو ده كان حصل في الماضي كان هيحصل حاجة تانية، اللي هو ايه؟ اللي انا لو كنت ذاكرت كويس كنت جبت درجات عالية. يبقى هنا موقف تخيلي او غير حقيقي او ندم على حاجة حصلت او ما حصلتش في الماضي، وانت بتتخيل لو كانت الحاجة دي حصلت او ما حصلتش كان هيتبني ايه عليها او كان هيحصل ايه. طيب ازاي؟ لو عايز اقول لك مثلا لو كنت مشيت بدري ما كانش القطر فاتني، هقولها ازاي؟ بالعربي كده لما اقول لك لو كنت مشيت بدري، يعني هنا بتخيل معنى ايه؟ معنى الكلام ان انا مشيت متاخر وما لحقتش القطر. طيب هقولها ازاي؟ احنا اتفقنا ماضي تام، يبقى هنقول if I had left اللي هو التصريف الثالث من leave. if I had left earlier، لو كنت غادرت مبكرا او بدري شويه
I wouldn't have missed the train. ما كانش القطر فاتني. يبقى تاني الجملة الأولانية if I had left earlier لو كنت مشيت بدري I wouldn't have missed the train يعني ما كانش القطر فاتني. أو ممكن أقول I would have caught the train كان زماني لحقت القطر. يبقى هنا بتخيل إن موقف في الماضي كان حصل كان هيحصل إيه نتيجته أو بناء عليه. طيب يا شباب يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا جميع حالات اف الصفريه والاولى والثانيه والثالثه. خلينا بقى ندخل على نقطه مهمه جدا وهي بدايل اف. ايه هي بدايل اف دي؟ يعني حاجه تقدر استخدمها مكان اف والمعنى مش هيتغير. طيب نبدا باول حاجه عندنا unless دي معناها اذا لم. اذا لم خلي بالك اف معناها اذا او لو دي معناها اذا لم يعني نفي اف. يعني لما اقول لك لو حصل كده انا بقول لك لو لم يحدث كده في ايه في unless. طيب نفهم من الكلام ده ايه. طيب ناخد الجمله اللي خدناها من الاول. لو قلت لك لو ذاكرت بجد هتجيب درجات عاليه. طيب لو لم تذاكر بجد هنا unless لو لم تذاكر بجد هل منطقي اقول لك هتجيب درجات عاليه؟ لا. يبقى اذا مش هتجيب درجات عاليه. يبقى لو قلت لك if you study hard you will get high marks لو ذاكرت كويس هتجيب درجات عاليه. هنا بقى لو لم تذاكر كويس هيحصل unless you study hard لو لم تذاكر بجد اكيد الجمله الثانيه هتبقى منفيه you will not get high marks مش هتحصل على درجات عاليه. يبقى unless بتساوي نفي f وبيجي بعديها جمله مثبته والناحيه الثانيه جمله منفيه. مش عايزك تحفظ انا عايزك تبقى فاهم زي ما شرحتها لك. اكيد منطقي لما اقول لك لو ذاكرت هتنجح مش هينفع اقول لك لو لم تذاكر هتنجح برضو. اكيد ايه هقول لك مش هتنجح يبقى هنفي الجمله الثانيه تفهم مش تحفظ. طيب جميل جدا دي unless. عندنا تاني حاجه من بدايل if عندنا without ودي بيجي بعديها يا noun يا verb ing وعندنا but for بيجي بعديها noun. طيب ازاي؟ ممكن اقول لك without studying hard you will fail بدون المذاكره بجد مش هتنجح او هتسقط. تمام. هنا حطينا ايه؟ حطينا without وجي بعديها الverb ing. احنا قلنا ايه يا noun يا verb ing. طيب ماشي ممكن نقول ايه تاني but for your help I wouldn't have finished on time لولا مساعدتك انا ما كنتش خلصت في الوقت المناسب. تمام. يبقى عملنا ايه حطينا but for وجي بعديها noun اللي هي your help. طيب جميل جدا. طيب عندنا ايه تاني من بدائل if يا شباب؟ عندنا in case of او in the event of ودول بيجي بعديهم noun. طيب بس خلي بالك in case of لو شلت of وبقت in case بس دي هتساوي if بالظبط. لو شلت of من in case هتبقى in case بس بتساوي if. زي ايه؟ لما اجي اقول لك take an umbrella in case it rains يعني ايه خد معاك شمسيه لو مطرت او في حاله انها تمطر. دي in case بدون of. طيب جميل جدا. طيب عندنا ايه تاني يا شباب؟ عندنا as long as provided that او providing that او on condition that كل ده بيساوي if. ممكن اقول لك مثلا you can borrow my car on condition that you drive carefully ممكن تستعير عربيتي لو انت هتسوق بحرص. طيب استخدمنا هنا on condition that. عندنا كمان من بدايل if it weren't for وبعديها noun ودي خلي بالك بنستخدمها في الحالة الثانية. وبما اني بقول لك بنستخدمها في الحالة الثانية فاذا نستنتج اللي بيجي في الجملة الثانية would والمصدر. يبقى تاني if it weren't for وبيجي بعديها noun دي معناها لولا وبنستخدمها في الحالة الثانية. تمام. طيب ناخد مثال. لو مثلا قلنا if it weren't for your advice لولا نصيحتك if it weren't for your advice I wouldn't be here today أنا ما كنتش هبقى موجود في المكان ده أو ما كنتش هبقى موجود هنا. يبقى قلنا if it weren't for في الحالة الثانية بيجي بعدها noun والناحية الثانية would أو wouldn't بعد كده المصدر. طيب جميل جدا ودي بنستخدمها نركز في الحالة الثانية. طيب عندنا برضو بنستخدم الصيغة دي في الحالة الثالثة if it hadn't been for معناها لولا. وبرضو بما إني بقول لك إن دي الحالة الثالثة فإذا نستنتج إن الجملة الثانية هتيجي إيه would have والتصريف الثالث أو البي بي. طيب خلينا نشوف جملة. يعني ببساطة لو جيت قلت if it hadn't been for the rain يعني لولا المطر we would have had a picnic كنا عملنا إيه؟ كنا رحنا نزهة. طيب جميل جدا. طيب احنا قلنا في الجزء الثاني من الجملة في الحالة دي اللي هو الحالة الثالثة فإذا هنقول would have والتصريف الثالث would have والبي بي. جميل جدا ودي معناها لولا. فاضل معانا يا شباب suppose that أو supposing that أو imagine that ودول بيجي بعديهم past simple اللي هو الماضي البسيط اللي شرحناه من شوية والجملة الثانية would والمصدر. طيب وبنستخدمها لمواقف تخيلية. طيب زي ايه؟ لو قلنا imagine you lived on Mars تخيل انك عايش على المريخ وهنا استخدمنا past simple. الجملة الثانية how would life be imagine you lived on Mars تخيل انك عايش على المريخ how
would life be؟ الحياة هتكون عاملة ازاي؟ بنسأل سؤال تخيلي. يبقى هنا imagine أو suppose أو supposing بيجي بعديهم past simple والناحية التانية would والمصدر، وسألنا بيها سؤال تخيلي. طيب يا شباب عندنا بعد كده من بدايل if ممكن نستخدم مكانها should في الحالة الأولى والتانية، should في الحالة الأولى والتانية. طيب إيه الاختلاف؟ الاختلاف إن should بيجي بعديها السبجكت والمصدر. طيب ازاي؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا الجملة دي if you fail the exam أو the test you will try again. لو رسبت في الامتحان هتحاول تاني. طيب لو استخدمت مكانها should هتبقى ايه؟ should you fail the exam you will try again. هي مفيش أي اختلاف. طيب لو جينا شلنا مثلا you وحطينا he أو she هتبقى الجملة ازاي؟ if he أو she fails the test أو the exam he will try again. طيب عملنا ايه؟ حطينا الفيل اس لان مع هي او شيء بنضيف للفعل اس. جميل. طيب الجمله دي باستخدام should هتبقى ايه؟ قول معايا كده هتبقى ايه؟ should he او she fail. هنا ما حطيناش الاس. ليه هنا ما حطيناش الاس؟ لان قلنا should بيجي بعديها المصدر على طول. he او she fail the test he or she will try again. فهمنا الفرق ما بين استخدام should لو جت مكان if؟ خلي بالك في النقطه دي عشان ممكن يجيب لك في الاختيارات fails او fail او الفعل باس او بدون اس مع هي، فانت تتلخبط تقول احنا عارفين ان مع هي او شي او ات بيجي الفعل باس، لكن هنا في الحاله دي مع should لا. ده الفرق ما بين استخدام if في الحاله دي واستخدام should مكانها في الحاله الاولى والثانيه. طيب عندنا ايه تاني بديل if؟ عندنا where. الحاله دي بنستخدمها في الحاله الثانيه where بعد كده بيجي بعد السبجكت وبعد كده to والمصدر، وبعد كده بما اني بقول لك دي الحاله الثانيه فاذا الجمله الثانيه هتكون ايه؟ هتكون would او could او might والمصدر. طيب يبقى نقول تاني، هنقول where بعد كده subject بعد كده to والمصدر. يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا where she to run faster she would catch the bus. لو هي جريت اسرع هتلحق الباص. عملنا ايه؟ حطينا where زي ما قلنا بعد كده subject اللي هو الفاعل وبعد كده to والمصدر to run. تمام؟ دي بنستخدمها في الحالة الثانية. عندنا كمان من بدايل if where وبعد كده السبجكت ويا noun يا صفة وبعد كده would والمصدر. تاني where والسبجكت وبعد كده noun أو صفة بعد كده would والمصدر. يعني مثلا زي إيه؟ زي ما نقول where the weather better we would go to the park. where the weather better we would go to the park. طيب جميل جدا. طيب وآخر حاجة معانا من بدايل if يا شباب وهي استخدام had مكان if في الحالة الثالثة. احنا عارفين إن الحالة الثالثة قلنا if وبعد كده ال past perfect وبعد كده would أو could او might وبعد كده have والتصريف الثالث. طيب احنا هنا ممكن نستخدم had مكان if ازاي؟ حط have والسبجكت والبي بي او التصريف الثالث والجمله الثانيه تبقى زي ما هي اللي هي would او could او might والhave والتصريف الثالث. طيب ازاي الكلام ده؟ طيب نشوف المثال ده. لو جيت قلت لك if I had known about the meeting لو اعرف ان في اجتماع او اعرف عن الاجتماع I would have attended كنت هعمل ايه؟ كنت هحضره. ده هنا الحاله الثالثه past perfect والناحيه الثانيه would have والتصريف الثالث. طيب عايزين نستخدم هنا بدل if had هتبقى ايه؟ زي ما قلنا had بعد كده subject had I بعد كده التصريف الثالث had I known about the meeting لو كنت أعرف عن الاجتماع I would have attended كنت هحضره. عملنا ايه؟ حطينا had في البداية وزي ما قلنا السبجكت وبعد كده تصريف ثالث وبعد كده الجملة الثانية زي ما هي. بس كده يا شباب. طيب يا شباب يبقى كده بفضل الله خلصنا شرح جرامر يونت 8 بالكامل. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل بالنسبه لكم، وطبعا مش محتاج اقول لكم لو في اي حاجه مش واضحه اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. وطبعا هسيب لكم رقمي للتواصل وهيكون في لينك لجروب الفيسبوك يا ريت تشتركوا فيه. طبعا لو وصلت معايا للنقطه دي في الفيديو اعرف ان انا هسيب لك سؤالين تحلهم وتكتب لي اجابتهم بنفسك في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس وتشتركوا في جروب الفيسبوك. شكرا جدا لمشاهدتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.